الذي يسرع في الصلاة إسراعا مخلا بالطمأنينة ليس له صلاة، الفريضة والنافلة. لأن رجلا جاء إلى المسجد وصلى بغير طمأنينة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فلا بد من الطمأنينة. وعجبا لبني آدم وعجلة بني آدم وجهل بني آدم وظلم بني آدم، كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه؟ لو أن إنسانا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين وهو واقف لا يمل، فكيف وهو بين يدي الله عز وجل يناجيه ويخاطبه: يا رب، رب اغفر لي، سبحان رب الأعلى، سبحان رب العظيم، يناجيه بكلامه. كيف يسرع هذا السرعة؟ هل وراءه جيش؟ أبدا. لكن الشيطان عدو لنا، والله لا يحب منا إلا ما يسوءنا. يحب أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة ويقول: يلا امش 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 عجل، كأننا على جمر. وأقول: يا أخي جرب، اطمئن في الصلاة، استحضر وكأنك تخاطب الله وتناجيه، وحتى تذوق طعمها، وحتى تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام، تأنسها تحبها. إذا فرغت الصلاة تقول: تعال الله يجيب الصلاة الثانية. أما أن نسوقها سرقا هذا سرقة من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا جميعا من الشيطان الرجيم.